أنا قبل الإسلام كنت مسيحية كاثوليك، مولودة في إسبانيا. أهلي كلها إسبانيين وأهلي كله مسيحي. أنا كنت صغيرة قوي، كان طفلة صغيرة. كان على طول بيحسس ربنا معايا، كان بيحسس أنا قريب من ربنا قوي. كان بدور عليه، كان بحب يقرأ كل حاجات علاقة بالدين. وكنت بحسس من قلبي. طبعا كان بروح الكنيسة وكل الحاجات دي. بس الوقت اللي أنا كنت عندي 17 سنة رحت الكنيسة وابتديت أعمل سؤال كتير، مفيش حد ديكتلي رد صحيح. عشان كده أنا سألت ومشيت بعيد من الكنيسة، سألانة ومشيت بعيد من ربنا، وسألت من ربنا استغفر الله في حاجات حصل في حياتي كان أنا مش فاهمة. بس الحمد لله كنت أنا آخر سنة في الجامعة، قريت المصحف مترجم إسباني، وفتحت في سورة النساء، أول سورة أنا قريت. سبحان الله، حسيت ربنا جات في الوقت المناسب عشان تطلعيني من مكان، يعني مش عايزة أقولك، يعني عشان تاخدي في مكان نظيف. الحمد لله. بعد كده قريت القرآن كتير جدا، وأنا كل الكلمة اللي أنا كان بقراها من المصحف كان أنا بتأكد هو دي اللي أنا عايزة، هو دي الحياة اللي أنا عايزة. والحمد لله ربنا اختارني، مش أنا اخترت الإسلام. الحمد لله. بعد كده حياتي كلها غير، تفكير على كل حاجة في الحياة غير. غيرت لبس طبعا، الحمد لله. لبست سديل. بعد 6 شهور أنا ابتديت أقرأ القرآن، والحمد لله. حاولت أعمل كل اللي في إيدي عشان تمشي جنب ربنا، بس كل اللي أنا بقرب لربنا ربنا بيعمل لي امتحانات أكبر وأكتر. الحمد لله. أنا لسه مسلمة الحمد لله من قلبي، وأنا مقتنعة الإسلام الطريق الصح على الإنسان. مش معنى الدين التاني مش سهلة، في حاجات صح، بس أنا شايف الإسلام آخر دين. الحمد لله. أنا بعد أسلمت الحياة في أوروبا كان صعب قوي بالنسبة لي. أنا عارفة في بنات كتير بيبعتلي رسالة بيقول إحنا عايش في أوروبا، فهي بلد أوروبية وإحنا عايش براحتنا ومفيش أي مشاكل خالص. طيب الحاجات دي صحيح، بس صحيح في كذا نقطة. ليه؟ انتوا العرب بسافروا أوروبا دايما انتوا بسافر بالفاميلي، بأهلك، أوكي؟ وانتوا عندكم كوميونيتي تسبورت ايتش اذرز، يعني انتوا عندكم ناس جنبك مسلمين زيكم، تمام؟ وانتوا في الآخر الناس في أوروبا انتوا بيقول خلاص انتوا عرب براحتك، عندك دينك عندك تقاليد وخلاص، الناس مش بستيكي، ما عنديش أي مشكلة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا مش عربية، أنا من إسبانيا. الحياة هنا كان صعب جدا. بعد أنا لبست الطرحة ابتديت أشوف مشاكل كتير جدا. أول حاجة مش هينفع تستغل، وانتوا مش تقوليليش ينفع استغل. لا، في إسبانيا مختلف من الباقي أوروبا. في إسبانيا الناس شوية مفعولين على الدين أكتر من في الباقي أوروبا. كمان الفكرة اللي أنا إسبانية مش عربية، الناس هناك في إسبانيا بيعمل أسلوب مش كويس معايا عشان أنا سبتي ديني ومشيت في دين تاني والحاجات دي. حاجة تانية، أنا في بلدي بأسمع حاجات غريبة على نفسي. بأسمع مثلا أنتي بلبس قنبلة تحت اللبس دي، لو بركب تاكسي بيقول إيه ده أنتي تتكلم إسباني كويس جدا. قلت أنا إسبانية، زي إسبانية مسلمة. هما الناس مش قادر فهم العلاقة من الدين والجنسية، مفيش. يعني واحد ممكن بأي جنسية وهو مسلم. حاجة تانية، الناس ممكن بيقولي انتي بلبس قنبلة تحت اللبس دي. أنا بسأل جدا الناس من بلدي بيقولي امشي من بلدي. أنا أقول أنا في بلدي أروح فين؟ عشان كده أنا خدوا قرار أنا مش هينفع أعيش في بلد أوروبية، كمان عشان أنا لوحدي، أهلي مش مسلمين.
وحسيت هنا في مصر انتوا المصريين انا حسيت مرتاحه معاكم هنا، وحسيت مبسوطه مع المصريين زي كده عايشين. انا كلمت مامتي بالموضوع دي، قلت لها انا ان شاء الله لو انا موت هنا في مصر انا عايزه اكون المقابر هنا في مصر، تمام؟ تاخد الفلوس اللي انا عندي وتعملي مقابر هنا. انا كلمتها وهي عارفه المعلومه دي، بس طبعا مامتي هي مش مسلمه واخواتي وكده، يعني مش هتصلي ومش هتقرا قران عليا. الطلب اللي انا عايزه اقولكم، يعني لو احنا دلوقتي كلنا اخوات وانتوا بيقولي انتوا بحبيني وانا بحبكم في الله، يعني ممكن انتوا اليوم اللي انا اموت يعني ممكن انتوا تيجي تصلي وتقرا قران عليا، اكون انا مبسوطه جدا بجد، وانتوا هاخد حسنات كتير قوي عشان بجد دي حاجه انا عايزاها من قلبي. شكرا.